الحيوان البحري اللي هنتكلم عنه النهاردة ذكي جدا لدرجة إنه بيقدر يفتكر الأشخاص اللي اتعاملوا معاه مهما فات الزمن، وبتوصل المدة لفترة 20 سنة، بالإضافة إلى إنه صديق للإنسان في المية لأنه أنقذ أشخاص كتير من حالات الغرق ومن هجمات القرش المفترس. علشان كده أطلقوا عليه اسم منقذ البشر. يا ترى عرفتوا إيه هو؟ أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، ويلا بينا في رحلة خفيفة نكتشف فيها أجمل مخلوقات البحار ونتعرف على عالم الدولفين. بيوصل طول غالبية أنواع الدلافين من 2 ل 3 متر، وبيوصل طول أكبر دولفين إلى 4 متر. بتكون الدلافين أحد أنواع الحيتان اللي بتتميز بالأسنان الصغيرة، وفي أكتر من 40 نوع مختلف من الدلافين. بتتصنف الدلافين إنها من الثدييات لأنها من ذوات الدم الحار. بيكون عندها القدرة على التحكم في درجة حرارة الجسم بغض النظر عن البيئة المحيطة. بتمتلك الدلافين رئتين زي الإنسان. لما بتطفو الدلافين للسطح علشان الهواء بتقوم بطرد المية اللي بتغطي فتحات النفس، وبيكون رذاذ المية اللي بيخرج من الدلافين مش مية بتخرج من الرئة، المية دي بتخرج من جسم الدلافين، وده بيسمح للدلافين باستنشاق الأكسجين الخالي من المية. الدلافين من الكائنات اللي بتولد. بيستمر حمل الدلافين حوالي 12 شهر، ومن الممكن إن أنثى الدلافين بتحمل مرة كل 2 أو 4 سنين، لكن متوسط الفترة الفاصلة بين ولادات الدلافين هي 3 سنين. بتمتلك إناث الدلافين غدد ثديية بتنتج الحليب أثناء الحمل، وده معناه إن الدلافين الحامل عندها القدرة على إطعام الدلافين الأكبر سناً أثناء انتظار ولادة أخرى. وبترضع الدلافين الصغيرة عادة من 2 ل 4 سنين. وفي دراسة اتعملت على تركيبة حليب الدلافين لقت إنه حليب الدلافين أكتر تشبيه بالحليب عالي الدسم اللي بتنتجه الكلاب وحيوان الرنة والأرانب. بيكون الدولفين يقظ خلال النوم علشان يقدر يطلع لسطح المية للتنفس، وده بيكون عن طريق إن نص الدماغ عنده بيكون يقظ والنص التاني بيستريح وقت النوم. وبتكون فترة نوم الدلافين حوالي من 4 ل 60 دقيقة في فترات قصيرة ومتفرقة خلال اليوم. لكن بالنسبة للدلافين اللي بتعيش في برك خاصة بيناموا نوم أعمق نوعا ما من غير ما يحسوا بالقلق من وجود الحيوانات المفترسة. بتمتلك الدلافين جسم انسيابي وطبقات شحوم ضرورية للعزل الحراري عشان تقدر تعيش في البيئة المائية. بتفتقد الدلافين لحاسة الشم القوية لأن جسمها مش بيحتوي على فتحات شم وأعصاب شمية. بيحتوي فك الدلافين على عدد كبير من الأسنان المخروطية، وبيوصل عددها في بعض الأنواع ل 130 سنة في كل فك. بتكون أذن الدلافين على شكل فتحات صغيرة موجودة ورا عينيها، ومش بتتصل الفتحات دي بالأذن الوسطى. بيعتقد بعض العلماء إن صوت الدلافين بيتنقل من فتحات الأذن الخارجية للأذن الوسطى والداخلية عن طريق شحوم دهنية موجودة ورا الفك السفلي، وعن طريق عظام مختلفة ضمن عظام الجمجمة. بتعيش الدلافين في المحيطات والبحار والأنهار، وبتحب بعض الأنواع منها إنها تعيش في المناطق الساحلية، وبعض الأنواع التانية بتعيش في المية العميقة البعيدة عن السواحل. بتحب معظم الدلافين تعيش في المناطق الاستوائية المعتدلة، لأن الدلافين زي ما انتوا عارفين من الثدييات ذات الدم الحار، علشان كده بتتواجد الدلافين في المناطق دي بكميات كبيرة لتنظيم درجة حرارة جسمها. في نوع واحد من الدلافين بيعيش في القطب الشمالي والجنوبي، وهي دلافين الأوركا. بتكون الدلافين دي حجمها كبير وبتتميز بقدرتها على التكيف مع البرد القارس والمية المتجمدة. كتير من الناس هتسأل وتقول مش الأوركا ده من الحيتان؟ هقولك استنى أوضح لك الموضوع بالتفصيل. على الرغم من تسمية حوت الأوركا باسم الحوت القاتل، إلا إن حوت الأوركا هو في الواقع من الدلافين ومش من الحيتان. وكان من فترة قديمة شافوه البحارة وهو بيتغذى على الثدييات البحرية، فأطلقوا عليه اسم الحوت القاتل حوت الأوركا، لأنه بقى خطر على الأسماك والكائنات البحرية. ومن الزمن ده اتغير الاسم من كونه دولفين أليف لمسمى حوت الأوركا، رغم إن مفيش أي تسجيل لأي نوع أوركا هاجم البشر من عام 2013. وبتكون الدلافين كائنات متعددة الأزواج،
بيرتفع معدل التزاوج في بعض المناطق في فصلين هما الربيع والخريف. بتتراوح فترة حمل أنثى الدلافين من 9 ل 17 شهر. أما فترة حمل أنثى الدلافين الأوركا بتوصل ل 17 شهر. وبعد ولادة أنثى الدلافين للصغار بتدفعه لسطح المية بغرض التنفس. بتتغذى صغار الدلافين على حليب الأم لمدة بتوصل لسنتين، ومن الممكن إنه يكون صغير الدلافين مع أمه لفترة طويلة حوالي 5 سنين. بتعتبر الدلافين من الحيوانات النشطة اللي بتعتمد في غذائها على مجموعة كبيرة من أصناف الأسماك والحبار والقشريات البحرية. بتستهلك الدلافين البالغة يومياً ما يعادل 4% ل 6% من وزنها من الطعام، وبيزداد استهلاك أنثى الدلافين المرضعة من الطعام علشان يوصل لحوالي 8% من وزنها. بتتميز معدة الدلافين بإنها متقسمة لعدة أقسام، وده بيسرع من عملية الهضم. بتختلف الأطعمة اللي بتتغذى عليها الدلافين على حسب توافر الأطعمة دي في البيئة المعيشية للدلافين. وجد بعض الباحثين إن الدلافين بتميل للبدء في الانتقال والهجرة عند انخفاض درجات حرارة المية، متجهة ناحية المية الدافئة. واختلف الباحثين في تحليل أسباب الهجرة، منهم بيقول إن سبب الهجرة هو إنها تعيش في المناطق الدافية، أو إنه بسبب عوامل تانية زي زيادة عدد الفرائس. كمان بتأثر كمية الملوحة في المية على وجود الدلافين، وبيلاحظ إن أعدادها بتكون أقل في حالة كانت نسبة الملوحة في المية عالية. بيكون صيد الدلافين من البشر أكبر تهديد وخطر بيواجهه الدلافين، فمن قرون كانت الدلافين هدف للصيد بهدف الاستفادة من لحمها، وفي العادة بيتعرض كتير من الدلافين للصيد لما بتطلع للسطح بغرض التنفس، فبتقع في شباك الصيادين. وبتواجه الدلافين خطر تاني نتيجة تغير المناخ. بيكون التغير المناخي سبب في ارتفاع درجات الحرارة، وده سبب في انتقال المصادر الغذائية اللي بتعتمد عليها الدلافين إلى مياه أكتر عمق وبرودة. وبتأثر موجات الحر البحرية بطريقة سلبية على معدلات تكاثر الدلافين وقدرتها على التكيف والبقاء. بس كده، دي كانت رحلة صغيرة عن الدلافين. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.